يا اهلا بالعيد والكحك والبيتيفور والغريبة والمنين بقى اللي هو القراقيش. طيب احنا دلوقتي انا وماما قمنا كده احنا الاتنين وقلنا قررنا ان احنا نعمل القراقيش اللي بالعجوة. كيلو دقيق. تمام. بيبقى عليه نص كيلو سمنة، وكمان بيكون معاه معلقتين سمسم، ومعلقة شمر، ومعلقة ينسون، ومعلقة خميرة. وايه تاني يا ماما؟ ومعلقه بيكنج باودر. ماما بتشاور لي وبتراجع معايا عشان هي قاعده معايا. بس قالت لي خلي الفيديو يبقى بصوتك انتي. وذره ملح و... ومعلقتين سكر. سامعين ماما بتعمل ايه؟ كل سنه وانتوا طيبين. وطبعا بنبس، احنا ماما قالت ان هي عاملاها على البارد، يعني في بيبقى بتبقى السمنه سخنه وبنبس المقدوحه وبنبس الدقيق في السمنه. لكن ماما النهارده قررت ان هي تعمله على البارد، وبرضو بسينا الدقيق في السمنه زي ما انتوا شايفين كده. دخلنا كل المكونات في بعض وقلبنا كده تقليبه حلوه، ومجهزين بقى ايه باقي الخطوات. باقي الخطوات هنكملها مع بعض، خليكم معانا وان شاء الله ناكل احلى قراقيش بالعجوه. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عجننا العجينة اهو. العجينة الكيلو بيبقى عليه كوباية لبن دافي زي ما انت بتحبيه، يبقى دافي كده، او كوباية ونص على حسب ما العجينة تاخد وتدي معاكي، تبقى زي كده اهو، تبقى سهل ان هي تتشكل معاكي. انت برضو اللي بتقيمي العجينة خلاص بقى كده اتعجنت كويس ولا لا. انت ممكن تعجنيها وممكن تحطيها بقى في العجانة علشان برضو ايه تتعجن حلو وبس. وهنشكلها وهوريها لكم. كمان عايزه اقول لكم ان ماما اللي عامله العجوه دي على ايديها ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا ماما، يا رب كده ويشفيكي ويعافيكي. ادي العجوه ماما عجنتها بالسمسم في البيت كلها من الالف للياء. هقول لكم طريقتها برضو بس خليكم معايا. ما شاء الله اللهم بارك. عملنا الصاج ده ولسه مكملين لسه مع بعض، وهكمل واجيلكوا تاني وهوريهولكوا كمان بعد ما يتخبز. ما شاء الله اللهم بارك. انا خبزنا اهو القراقيش. بس ما شاء الله بصوا طرية ازاي وجميلة زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. التسوية بتبقى درجة حرارة الفرن على 200 او حسب النار بتاعة الفرن بتاعك، وانتي بتسوي بتتابعي طبعا. بس اول ما تحمر من تحت كده ممكن تبقي بتفتحي عليها الشواية شوية علشان خاطر تاخد ايه الوش من فوق. بس هي ماما قلبت دول عشان ايه كان دول مبيضين شوية، فقالت ان هما ياخدوا السخونية بتاعت الصاج فيحمروا زي ما احمروا كده. ما شاء الله كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. وانتظرونا بقى في فيديو جديد. هي الكلمتين دول كلمتين ماما فانا قلت اقولهم لكم. انتظروا فيديو جديد ونشوف بقى هنعمل ايه من حاجة من حلويات العيد والحاجات الحلوة، كحك بقى ولا بسكوت ولا بيتي فور. وممكن كمان انتوا تخمنوا الفيديو اللي جاي هيكون ايه.